أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الارصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية على الوجه الساحلي خاصة الوسطى، مع اجواء مغشاة على السواحل لتتلبد السماء تدريجيا بسحب ركامية لتتحول الى رعدية خلال الامسية، احتمال لزخات مطرية تكون تحت وقرعود ان شاء الله محملة بحبات من البرد. نفس الاجواء على مناطق الجنوب الشرقي، مرتفعات الهوغار والتاسيلي وصولا إلى مناطق أقصى الجنوب. للإشارة فقط الرياح ستشتد على كل من الصحراء الوسطى، مناطق الجنوب الشرقي إلى غاية شمال الصحراء، لتلتحق على الهضاب العليا الغربية ستعمل على تطاير للرمال. ننتظر خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 20 إلى غاية 23 درجة على الواجهة الشمالية، 30 درجة على كل من تندوف بني عباس، كذلك غرداية بسكرة، 36 درجة على الصحراء الوسطى، ولن تتعدى 28 درجة على مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال يوم الغد درجة الحرارة القصوى في ارتفاع تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الهضاب والمرتفعات. ننتظر 43 درجة على غليزان معسكر والشلف، 32 درجة على العاصمة بومرداس تيبازا، كذلك السواحل الشرقية تصل لغاية 45 درجة على بشار، 38 درجة فقط على تمنرست، لكن دائما تنبيه ساري المفعول من المستوى الثاني على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي، كذلك أقصى الجنوب على كل من تندوف بني عباس تنميم أدرار إن صالح برج باجي مختار. درجة الحرارة تصل لغاية 50 درجة تحت الظل. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الشرقية، سباحة مسموحة، راية خضراء إن شاء الله، درجة حرارة مياه معتدلة. أما على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية فالبحر إن شاء الله سيكون قليل الاضطراب، يجب أخذ الحيطة. أما فيما يخص أحوال الطقس على بعض عواصم قارة آسيا بحول الله خلال يوم الغد ننتظر أجواء مشمسة على بكين مع طقس حار مع 38 درجة، أجواء غائمة ممطرة، أمطار أحيانا رعدية على شكل زخات على كل من داكا، نيودلهي، كذلك كولومبو، بينما أجواء مغشاة على مانيلا مع 36 درجة، أمطار على فترات على باقي العواصم مع 32 درجة على هونغ كونغ، تصل درجة الحرارة على كل من بانكوك وكذلك جاكرتا إلى غاية 33 درجة. وقت غروب الشمس على مستوى العاصمة ليوم الغد 5 من جويليا عيد الاستقلال إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 8:09. أشكركم على المتابعة. المجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم.